اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم في احوال جيده باذن الله، ورمضان مبارك سعيد، ويا ربي ترفع علينا هذا الوباء وتحفظ البشريه جمعاء يا رب. اليوم بغيت نتقاسم معكم السوف ديالي ديال رمضان. هذا رمضان هذا حاولت انني نبدل من الطريقه ديالي المعتاده، ودرت واحد الطريقه غتعجبكم بزاف، صحيه، وراني صوبتو هذا العام. عمري ما درتها، لي اول مره تجربه. درتو بالطحين ديال الزرع، مولفين كنديروا الطحين رطب، كنحمروه في الفران وكنصاوبوا به السفوف. هذا العام حاولت نبدل ودرت طحين ديال الزرع، يعني الزرع مطحون ومحمر، وراه كيجي رائع روعه وما تخافوش منه، وصحي 100%. انا ها هو كيفاش كيجي الشكل ديالو النهائي، وغادي نعطيكم الطريقه ديالو. يعني كيجي هكا، اللي بغى يقطعو طروفه يقطعو، واللي بغى يديرو هكا في السطو يبقى ياخذ. يجي هكذا على هذا الشكل. اذا غادي نعطيكم الطريقه اللي درت هذا العام بحول الله. اذا كما قلت لكم اخواتي، غادي نتقاسم معكم هذه التجربه ديال هذا السفوف اللي مصاوب بالزرع مطحون كما كتشوفوا معايا. ها هو الزرع، خديت 2 كيلو ديال الزرع منقي مطحون ومحمر، غربلته وغربلت معاه سكر كلاصي، حيت السكر كلاصي ضروري خصو يتغربل باش ما يبقاش فيه دوك الحجيرات. انا تعجبني نخدم في هذا البانيو، هذا البانيو عندي خصيصا بالمطبخ، يعني ما كان السفوف خصو اتساع، خصو الخدمه بزاف، ما غيمكنش يتجمع في قصريه اولا في طبسيل كبير. غنسبق اللوز، خديت 2 كيلو ديال اللوز، حيدت منه واحد نص كيلو ونص، حمرته في الفران وطحنته مزيان حتى ولا معلك هكا. ونص كيلو الاخر اللي بقى قليته في الزيت وطحنته شويه مفرفش، هانتوما كما كتشوفوا شويه مفرفش، يعني ماشي مطحون معلك بحال الاولاني. يعني 2 كيلو ديال اللوز، كيلو ونص محمر في الفران ومطحون معلك تتعلك، ونص كيلو اللي بقى ليا قليته في الزيت وطحنته مفرفش شي شويه. كذلك نفس الطريقه حتى بالنسبه للزنجلان. الزنجلان 2 كيلو ونص حمرته وطحنته، ها هو كما كتشوفوه. مطحون مزيان. ونص كيلو حمرته وخليته هكا صحيح، شتي كما كتشوفوا. ها هو غير الزنجلان الواحد يرد بالو معاه، راه واخا كنشريوه يعني من المحلات كيقولوا لك راه نقي، ولكن ضروري كتلقاي فيه دوك الحجيرات كحلين ما كيبانوش، ضروري خصو يتعاود يتنقى باش ما يبقاوش فيه دوك الحجيرات الصغار. هاد الطريقه هذه فيها إلان، خديت واحد زلافه كبيره ديال الإلان مطحونه محمره، لان إلان صحي. كنلقاو الناس ديال الجنوب ما يمكنش يديروا السفوف وما يديروش فيه إلان، كذلك حتى بالنسبه للشلوح حتى هما ضروري كيستعملوا إلان، لان إلان مزيان للعظام وصحي ممتاز. ودابا اللي بقى لي معاكم 2 معالق كبار ديال القرفه، قرفه بلديه، 2 معالق كبار
ديال حبة حلاوة منقية ومطحونة مزيان، جوج معالق زايدين ديال النافع البلدي منقي وسخون في الفران ومطحون، الريحه ديالو طالعه هائله. هاد النافع البلدي عنده واحد الميزه خاصه. وهنا عندي واحد جوج كوزات حكيتهم مزيان وغربلتهم، لان واخا تحكيهم مباشره كيبقاو دوك الفريتات قاصحين. حكيتو وغربلتو جوج كوزات. وهنا عندي شويه ديال المسكر الحره، طحنتها مع شويه ديال السكر باش ما تلصق ليناش في الاله الكهربائيه. اذا على بركه الله غنخلطوا هاد المكونات. سمحوا لي نحيد الليكات، ميمكنش نعجنوا بهم. غسل يديا لان سمحوا لي غسلت يدي لان الرائحه ديال البلاستيك ديال الليكات ميمكنش نعجنوا بهم. المهم هما اليدين يكونوا مغسولين، ما فيهم لا خواتم لا دبليج لا سنسله اللي كتجمع الميكروب. ايوا دابا السفوف كيبغي الخدمه شي شويه. عندي هنايا الزبده مذوبه وخلطتها مع الزيت، زيت عاديه، زيت روميه عاديه مخلطه مع الزبده مذوبه. كاين اللي يدير الزيت البلديه، كل واحد والذوق ديالو. هما السيدات ما شاء الله راه كلشي كيعرف السفوف، غير هي الطريقه كتختلف من البيت للبيت وصافي. كاين اللي كيديروا بكاوكاو، كاين اللي كيديروا بالعسل، كاين اللي كيديروا بالزيت البلديه. ايوا دابا هادشي كيبغي الدلك، كيبغي الخدمه والدليك. انا كبيت هادشي كامل لان عارفه العبار ديال هاد المقادير اللي درت، ربما كاع يعطيني نزيد شي شويه. حيت غتقولوا علاش كبيتو بمره، لا راه يلاه يقد. هادشي كيبغي العريق، ونحاولوا نقلبوا من التحت لان هانتوما شفتوا الطحين كيبقى لتحت. ونجمعوا هاد المكونات وندلكوا هكا بهاد الطريقه حتى لا ما احتاجيناش نزيدوا الزبده والزيت. راه داك الزنجله اللي طحناه وداك اللوز اللي تطحن مره معلك هذاك غيزيد يطلق الزيت. كل ما دلكنا كل ما مزيان. وهكذا كنستمروا كنبقاو ندلكو فيه ونقلبوا من التحت باش ما يبقاش لينا الطحين. شتيها هو التحت راه باقي الطحين ديال الزرع. ما شاء الله مولفه انايا كل عام نهار النص ديال شعبان كنكونوا مصاوبين السفوف. ايوا هاد العام مع الحجر الصحي وغير بوحديتي يدي بوحدها. ايوا هادشي اللي بغى الله. الله يرفع علينا هاد الوباء يا سيدي يا ربي، ويجمعنا من جديد مع العائله ومع الاخوان ومع الاحباب. مولفين السفوف كنكونوا كنصايبوه مجموعين. سمحوا لي نهز لان كنصايبوه مجموعين. دائما انا كل عام كنصايبوه مع دارنا وكنفرقوه مع بعضياتنا وكنذوقوا الحباب. ايوا هاد العام هكا كنستمر كنبقى ندلك فيه ونقلب ها هو بدا كيتجمع. لان حتى داك الزنجان مطحون معلك وداك اللوز اللي مطحون معلك حتى هو غادي يطلق الزيت ديالو. كل ما دلكتيه كل ما مزيان وكيعطي المفعول والمذاق احسن. هكا كنستمر باش ما نطولش عليكم الفيديو. اذا هذه هي الطريقه ديال السفوف ديال الزرع، تيجي غزال. نتمنى انكم تجربوه. نحاولوا ما نخليوش الطحين لتحت، العناصر كلها تجمع مع بعضياتها. ايوا رمضان مبارك سعيد، يدخلوا عليكم ربي بالصحيحه وبالسلامه وبطول العمر ان شاء الله.
ويرفع ربي عنا هذا الوباء يا ربي، ويجمعنا مع الأحباب ومع العائلة من جديد. رحنا يا ربي كان نطلبوك وكنترجاوك، راه رمضان كنبغيو الزيارة ديال الأحباب والأقارب والعائلة، ونتوانسوا مع بعضياتنا ونديروا الشهيوات مع بعضياتنا ونصليو مع بعضياتنا ونعبدوا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.